السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخياتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في احسن الاحوال. مازلنا متواصلين مع الوصفات اللي ينفعوكم من الشهر الفضيل. ووصفتنا نهار اليوم راح تكون تشكيلة من المملحات بعجينة واحدة. واحد العجينة واحد لاباط يا البنات، حطوها في عينيكم تجي خفيفة ما شاء الله. وبهذه العجينه السحريه هذه تقدروا تخرجوا ما لا نهايه من انواع المملحات، يعني كل انواع المملحات اللي تجوا في بالكم تقدروا تخدموهم بهذه لاباط هذه. وللافاده خياتي اللي تحب يعني تشوف انواع اكثر، راني حطيت لكم العام اللي فات فيديو فيه تشكيله هايله بزاف في اكثر من 6 ولا 7 انواع. نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي تتابعني في اليوتيوب. اما ناس تيك توك نعاود ننشر الفيديو باش كامل تستفادوا. ما ندوش عليكم خياتي، نخليكم مع الوصفه تشوفوا التفاصيل. بسم الله وبركه الله والصلاه والسلام عليك حبيب الله. اول حاجه راح نبدا بها يا البنات، راح نبداو نوجدوا لاباط ولا العجينه السحريه ديالنا. ومن الاحسن يا البنات اذا عندكم يعني ولا متوفره هذه الباسينه اللي عندها غطاء راح تساعدكم بزاف في الخدمه. انا الكاس ديالي لهنا اللي عبرت به راح يكون شويه كبير، السعه ديالو 300 مليلتر. خاصكم نسحق يعني كميه كبيره من لاباط. نتوما الا تسحقوا كميه اقل من لاباط عبروا بالكاس نتاع وليد راح تجيكم كميه معتبره. انا لهنا واش حطيت كاس نتاع ما يكون دافي، معاهم كاس نتاع حليب يكون دافي. حطيت مغرفه ونص نتاع خميره فوريه ومغرفه ونص نتاع سكر. نخلط المكونات مليح مع بعضهم حتى ينسجموا، بعد نغطي عليهم ونخليهم حتى يتفاعلوا. شوفوا يا بنات انا درت لكم عجينه جدا بسيطه واقتصاديه. العام اللي فات الا تشفى حطيت لكم في لاباط الياغورت ناتور، وبزاف لي كومونتير ومسيتو الى نقدروا نستغناو عليه. راني خدمتها لكم حليب وماء يا البنات، لا لحظه لا ياغورت لا حتى حاجه، والنتيجه ما شاء الله. بعد ما تفاعل الخليط ديالي كسرت له هذاك التفاعل هكذا بالفوي، من بعد بنفس الكاس اللي بديت به يا البنات نكمل نعبر به. عندي 4 كاس نتاع زيت وراح نحط معاهم حبه بيض كومبلي وبياض بيضه، باسكو لاباط راهي كميه يعني معتبره كميه كبيره. الا كانت عندكم لاباط كميه قليله كسروا حبه بيض وحده، البياض حطوه في لاباط والصفر خبوه باش ديروا به لا دور. نخلط يعني كامل المكونات هكذا مع بعضهم. وانا لهنا قريب نسيت الملح يا البنات، تحطوا نص مغرفه تكون كبيره هكذا نتاع ملح. نكمل نخلط كامل المكونات مع بعضهم، من بعد نولي نضيف في الفارينه بالتدريج. وضروري تغربلوا هذيك الفارينه يا البنات باش لاباط ديالكم تجي مهويه وخفيفه ومقطنه خير وخير. انا لهنا حطيت باكي نتاع خميره كيميائيه وهي تعتبر كمحسن، يعني كي تضيفوها راح تعطي لكم نتيجه هايله ما شاء الله. ونبدا نضم في لاباط ديالي بحيث تكون اون بات طريه تتلاصق في اليدين يا البنات. انا هاد المقادير اللي مديتهم لكم 600 غرام نتاع سوائل، قلنا 300 مليلتر نتاع حليب و300 مليلتر نتاع ماء، داولي كيلو نتاع فارينه كومبلي وزدت فوقه 1/3 مغارف هكذاك حتى تحصلت على القوام اللي راني حباته هكذا. كما قلت لكم يعني نبقى دائما نضيف الفارينه بالتدريج حتى نتحصل على عجينه تكون طريه وتتلاصق في اليدين. ضروري يا البنات تكون هكذا تتلاصق باش تتحصلوا على مملحات ولا معجنات يكونوا بزاف مقطنين وخفاف. نحطها في البلون دو طرافاي لايمها هكذا شويه يعني مش راح نعجنها ولا ندلكها فوق اللازم، جوست نملس لها السطح. من بعد نحط مغرفه كبيره نتاع مارغرين حوالي 40 غرام ونبدا ندخل فيها في لاباط ديالي بهذه الطريقه هذه. الاول راح تبان لكم يعني هذيك لاباط هكذا ما راهيش متجانسه هكذا، تبان شغل راهي يعني تتفتت تتلاصق. معليش نتوما بقاو هكذا يعني تدخلوا في هذيك المارغرين وتخدموا فيها بهذه الطريقه هذه حتى تتليصق وتتجانس وتولي لكم اون بات ما شاء الله. انا بعد ما خدمت لاباط راح نحطها في نفس الريسيبيون اللي درت لها رشه هكذا نتاع فارينه ونخليها تخمر من 2 حتى ل3 مرات يا بنات. يعني كل مره كل ما تخمر نكسر لها هذاك الخمور ونعاود نخليها تخمر مره واحده اخرى حتى يولوا 3 مرات. انا لهنا بعد ما خمرت المره الاولى نشمخ يدي في الماء يا البنات ونجي نكسر لها هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا هذوك النبابل ما شاء الله، هذا يدل على انه لاباط راهي ناجحه مليار في المية. قبل ما نغطي عليها يا بنات راح ندهن يدي هكذا مليح بالزيت ونحي كميه من لاباط باش نخدم لي كوفر سالي ولا كاين اللي يقولوا لهم لي كوفر برجر. شوفوا لاباط ما شاء الله. لي كوفر ما يحبوش يخمروا فوق اللازم كيما لي بات الاخرين. انا لهنا وزنت لي بولات ديالي 35 غرام وجات الحبه يعني مليحه ماشي كبيره وماشي صغيره. نتوما الا حبيتوهم دي ميني كوفر وزنوهم 25 غرام يا البنات. شوفوا لاباط كيفاش يعني جايه ما شاء الله بيان ليس. ندهن يدي هكذا بالزيت
يعني مبتدئات ننصحكم تخدموا بالزيت ماشي بالفارينه. نضم هذيك لابول ومن بعد نجي نبوليها فوق البلون دو طرافاي بهذه الطريقه هذه. ودوك نجوزو نطيبوهم كيف انا لهنا حنطيبهم في هذه البانينيوز اللي فيها لي بياس يا البنات، فيها شحال من بياسه ومن بيناتهم فيها لا بياس هذه نتاع لي غوفر. كاين اللي ينباعوا غوفري وحدهم، يعني شوفوا نتوما واش يخرج عليكم. انا لهنا دهنت الغوفري ديالي هكذا بالمارغرين وراح نحط لابول نبسطها هكذا حاجه قليله برك يعني على شكل دائري ونغلق عليها ونخليها حتى تطيب معايا تمام. شدت معايا نقول لكم واحد الربع 5 دقائق الماكسيموم، ما تخلوهاش يعني تطيب فوق اللازم ولا تخلوهم يطيبوا فوق اللازم حتى يبسوا معاكم. وما نزيدش نحط بات واحده اخرى حتى تزيد تسخن وتشعل لي هذيك القفله الخضراء باش تعطينا نتيجه مليحه. يعني كان تحطوهم يكونوا تكون يعني البانينيوز ولا الكوفري ديالكم بارده مش راح تعطي لكم نتيجه مليحه ومش راح يحمروا لكم بالطبع. ملاحظه مهمه يا البنات، يعني ضروري وهما سخونين يعني جوست تنحوهم من البانينيوز ولا من الكوفري تحطوهم في سنيوه وتغطيوهم هكذا بطرشونه باش يعرقوا ويطراو معاكم كيما راهو موضح في الصوره. شوفوا كيفاش يجوا طرايا ما شاء الله. ودوك نجوزو نخدموا الفيونداشي راح نحشيو به لي ميني غوفر ديالنا. انا حطيت كميه من الفيونداشي، حطيت لها شويه بصل هكذا نص حبه نتاع بصل اللي كنت قطعتها قطع يعني فريمون صغيره، وحطيت رشه نتاع معدنوس، حطيت لها نص مغرفه صغيره نتاع لاموطارد، رشه ملح ورشه فلفل الكحل. هذه هي. ونبدا نعجن فيهم هكذا. تقدروا اكيد تستغناو على البصل يا البنات، لكن صدقوني كي تزيدوا البصل راح يزيد لكم بنه هايله في الفيونداشي ديالكم. ونجوز نقليهم في زيت هكذا تكون متوسطه يعني ماشي غازيره فوق اللازم وماشي قليله باش ما يتحرقوش معكم. ما تنساوش بلي فيهم البصل يعني لازم تكون كميه زيت شويه معتبره. ونبدا نقلب فيهم ونضغط عليهم هكذا حتى وين ياخذوا لي اللون الذهبي اللي راني حباته. من بعد في القاعده نتاع لي غوفر ديالي نحط شويه نتاع مايونيز، تقدروا تزيدوا كميه نتاع كيتشوب كيما تحب. نحط هكذا شويه شلاضه في القاعده، نحط فوقها طوماطيش، نحط الفيونداشي، وفوق الفيونداشي راح نحط هذا الفرماج نتاع الشرائح ولا الفرماج نتاع لي ساندويتش، لكن راح نقطع له ولا راح نقص له شويه من الطول شويه من العرض ونحطه بهذه الطريقه هذه. تقدروا تحطوا شويه بصل مكرمل راح يعطي لكم بنه هايله. نغلق بلي غوفر. ولهنا في البيك انا حطيت طوماط سوريز وبيكيتو هكذا كيما موضح في الصوره، وشوفوا الشكل ديالو شحال يجي بزاف الشباب ما شاء الله. انا لهنا حاولت نستف لكم وننظم لكم التفاصيل نتاع المملحات، كل مملحه بتفاصيلها باش ما تتخلط لكمش، لكن انا اكيد خدمت لابات وطيبت كامل المخبوزات ديالي من بعد باش وليت نحشي فيهم. لهنا شوفوا في البلون طرافاي حطيت رشه فارينه، فتحت لابات ديالي بهذا السمك اللي راكم تشوفوا فيه، ماشي رقيقه وماشي خشينه، نفتحها على شكل دائري، من بعد نقطعها هكذا على 8 اجزاء ولا تقدروا يعني توصلوهم حتى ل 10 اجزاء الا حبيتوهم هكذا دي ميني كرواسون. من بعد نقطع هذيك الحافه هكذا كيما راهو موضح في الصوره، ونبدا نرولي يا البنات. نرولي دوره زوج، من بعد ما نرولي زوج دورات يا البنات نكسل مليح لاباط ديالي. شوفوا كيفاش كسلتها وطولتها بهذه الطريقه هذه. من بعد نولي نرولي فيها هكذا كيما راهو موضح في الصوره حتى نتحصل على كرواسون. لهنا كاين الكرواسون اللي يحبوها هكذا يعني تجي قباله، تحبوا تدوروها هكذا كيما انا، لكم الاختيار. من بعد نخلي الكرواسون ديالي حتى تخمر مليح مليح، يعني خليتها نقولوا واحد 20 دقيقه حتى تضاعف الحجم ديالها. من بعد ندهنها هكذا من الفوق بصفار بيضاء اللي كنت درت له مغرفه نتاع حليب، نرشها بالشوفان ولا تحبوا جلجلان ولا سانوج ولا بودور الخشخاش ولا تشكيله نتاع زرارع كيما تحبوا يا البنات. ودخلتها طيب في الفور اللي كنت سخنته مليح مليح مليح. شوفوا يا بنات هذه النصيحه دايما نمدها لكم، المخبوزات يحبوا الفور يكون سخون مليح ويطيبوا على اقصى درجه. انا طيبتهم على اقصى درجه يا البنات في الفور اللي كان سخون مليح. شدوني نقول لكم ماكسيموم واحد ربع ساعه هكذاك. الا كان الفور سخون راح يحمرهم لكم في مره، ولا كان الفور يعني ماشي سخون بزاف راح تضطروا تزيدوا تشعلوا لهم واحد 2-3 دقائق من الفوق باش ياخذوا هذا اللون ده. كي نخرجهم من الفور وهما سخونين ندهنهم بالمارغرين باش يعطونا هذه اللمعه هذه اللي راكم تشوفوا فيها. ودوك نجوزو نوجدوا الدجاج كريسبي ديالنا. انا لهنا راح نمارينيه ولا راح نتبلو. عندي شرائح من صدر الدجاج، حطيت لهم رشه نتاع ملح، رشه نتاع فلفل اسود ولا فلفل كحل، وراح نحط لهم لهنا انا عندي راس الحانوت. تقدروا تحطوا توابل الدجاج، تقدروا تحطوا التوابل نتاع الشاورما، كما تقدروا تحطوا الكوري. حطيت مغرفه صغيره نتاع لاموطارد وثلث مغارف نتاع كريمه سائله اللي تقدروا تعوضوها بالياغورت الطبيعي ولا البتي سويس كما تحبوا يا البنات. انا هنا عندي 2 حبات بيض، عندي الفارينه وعندي لا شابلور اللي كنت حطيت لها شويه ملح شويه فلفل كحل. تقدروا تزيدوا تحطوا لها توابل الدجاج ورشه نتاع معدنوس، من الاحسن الا كان مجفف يعني
يعني يابس، انا حطيته لها هكذا خضر. نجوز الشريحه نتاع الدجاج ديالي في الفارينه، من بعد نجوزها في البيض ومن بعد نجوزها في لاشابلور. بهذه الطريقه هذه الا حبيتوهم يتقرمشوا يعني بزياده عاودوا جوزوهم في البيض وزيدوا لهم في لاشابلور. نفس الطريقه نجوزها في الفارينه، من بعد نجوزها في البيض، من بعد نجوزها في لاشابلور. تقدروا تعاودوا تجوزوها في البيض وتزيدوا في لاشابلور باش تجيكم يعني طبقه المقرمشه خشينه خير. من بعد نجوز نقليهم في زيت تكون غزيره وتكون سخونه تغلي. البنات انا لهنا راني نقلي فيهم على نار تكون قويه، نحطهم هكذا يتقلاو على نار قويه. كي نشوفهم حكموا روحهم ولا بداو يعني يتقرمشوا معايا، ماشي لازم ياخذوا لون ذهبي، لا كي نشوفهم هكذا حكموا روحهم خذوا لون ذهبي بسيط، راح نقص النار نرجعها على نار متوسطه باش يطيب لي هذاك الدجاج مليح مليح حتى للقلب ديالو، حتى ياخذ هذا اللون الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه. من بعد نحيهم ونقطرهم هكذا البنات ونحطهم في تبيسي اللي كنت فرشت له بابي ابسورفون ولا ورق ماس باش ينحي لهم ولا يمصلهم كامل هذاك الزيت الزائد. من بعد نجوز نقسم الكرواسون ديالي، تحبوا تقسموا هكذا كومبلي على زوج، تحبوا تقسموا غير نص منها كيما تحبوا يا البنات. في القاعده نحط شويه نتاع المايونيز وشويه نتاع الكيتشوب. بهذه الطريقه هذه شلاضه لازم تكون بيان سور. من الاحسن تشروا هذه الشلاضه المترجفه هذه يا البنات، راح تعطي لكم نتيجه هايله ما شاء الله. نحط الشلاضه ديالي ونقطع هذوك الزوائد، وماذا بيا هاد القرون هذوما نتاع الكرواسون يا البنات لازم تكون لحقه ليهم شلاضه، ما نخلوهمش هكذاك يبانوا فارغين. نحط من فوقهم زوج شرائح نتاع الطوماطيش، نحط الدجاج كريسبي اللي كنت نقصت منه شويه هكذا باش يجيني السواسوه في الكرواسون ديالي، ونحط فوقهم نص شريحه نتاع فخوماج بهذه الطريقه هذه، ونحي كامل ولا نقطع هذوك الزوائد باش تجيني هذيك الحبه نتاع الكرواسون بيان فيني ومتحوفه خير وخير. ولا هنا راح ندير هذاك البيك. من بعد حطيت له حبه زيتون، يعني تحطوا زيتون ولا طوماط سيريز ولا كيما حبيتوا يا البنات. ودوك نجوزوا للنوع الموالي. النوع الثالث راح يكون دي ميني ساندويتش هكذا صغار يا البنات. راح نحط دائما رشه هكذا نتاع فارينه ونحط جزء من لاباط. شوفوا يا البنات ملاحظه كل ما تنقصوا هكذا شويه لاباط باش تخدموا المملحه ديالكم، هذيك لاباط اللي تبقى في الباسينه لازم نكسر لها الخميره باش هذيك لاباط يعني ما تفيضلهاش وما تخرجلهاش الخميره ومن بعد تجيكم قارصه وعيانه. شوفوا يا البنات انا لهنا فتحت لاباط ديالي على سمك نقولوا واحد نص سنتيم هكذاك، ونحكم هاد البورت بياس هذا. انا حبيتهم مدورين، لما عندكمش معليش يعني قطعوهم مربعات بالموس عادي، ما تضيقوا خاطركم ما والو، كل واحد يخدم بالشي وبالامكانيات اللي توفروا عندكم في الدار. نرفد الدوائر نتاع لاباط. شوفوا يا البنات هذه الجهه الفوقانيه راح تولي في القاعده، والجهه اللي من تحت هذه اللي فيها كميه معتبره من الفارينه راح نحطها من الفوق يعني في الوجه. علاش؟ باش من بعد يتفتحوا معنا فاسيلمون. اللي تخاف ما يتفتحوش معاها بعد طياب دير دهنه خفيفه نتاع مارغرين ونقلبهم هكذا على بعضهم ولا نطويهم هكذا على زوج ونضغط ضغطه خفيفه برك ونخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم هكذا. شوفوا كيفاش يعني تنفخوا وطلعوا معنا ما شاء الله. من بعد ندهن لهم هكذا الوجه ديالهم بخليط نتاع صفر بيضاء مع مغرفه نتاع حليب. من الفوق تحطوا لهم كيما دائما نقول لكم واش تحبون. انا هنا درت رشه نتاع جلجلان وحطيت رشه نتاع بذور الخشخاش، تقدروا تحطوا سانوج، تقدروا تحطوا هذيك تشكيله نتاع الزرارع كيما تحبوا يا البنات. وراح ندخلهم يطيبوا الفور اللي راهو مسخن مليح 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 وراهو شاعل على اقصى درجه. راح نطيبهم ونقول لكم شدوا معايا واحد 10 دقائق لا اكثر ولا اقل، يعني جوست يتنفخوا وياخذوا هذا اللون الذهبي صلاة بي. الا شفتوهم يعني ما حمروا لكمش كامل في مره تقدروا تشعلوا لهم من الفوق واحد 5 دقائق حتى ياخذوا هذا اللون الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه يا بنات. تشوفوا كيفاش يتفتحوا معنا بكل سهوله وبكل بساطه. الا ما تفتحوش عاونوا روحكم هكذا يعني غير بالموس وراح يتفتحوا بكل سهوله. كما سبق وقلت لكم تقدروا تدهنوهم بالمارغرين باش يعني يتفتحوا معكم فاسيل. ولا هنا راح نوجدوا الحشو اللي راح نحشيو به لي ميني ساندويتش ديالنا واللي هو دجاج ماريني. هنا عندي صدر تاع الدجاج قطعته مكعبات صغيره، حطيت هكذا لمسه خفيفه نتاع هريسه اللي بيان سور تقدروا تستغناو عليها الا ما تحبوش الحار. حطيت نص مغرفه صغيره نتاع طوماطيش مسبره، نص مغرفه صغيره نتاع لاموطه، ملح فلفل الكحل، شويه عكري وشويه راس الحانوت. كما قلت لكم الا عندكم توابل الدجاج ولا توابل الشاورما راح يجوا خير وخير، ولا الكوري. انا يعني خدمت بوش متوفر عندي في الدار وحطيت 3 مغارف نتاع كريمه سائله. تقدروا تعوضوها بالبتي سويس ولا بالياغورت ناتور، الياغورت الطبيعي هذاك اللي يجي صامت.
ونخلط كامل المكونات هكذا مع بعضهم ونخليهم. شوفوا يا البنات قد ما تمارينيو هذا الدجاج وتخلوه يقعد فتره طويله، يعني نقولوا 3 سوايع 4 سوايع حتى الليله كامله، قد ما يجيكم بنين خير وخير. من بعد نجوز نقليه. انا حطيت واحد نقولوا 4 5 مغارف هكذا نتاع الزيت المقله ديالي، نخليه يسخن مليح ونجوز نقليه هكذا حتى وين نشوفه خدا لون ذهبي ولا كي بحال مقرمش معاه، يعني حتى ديك لاصوص كامل يشربها. فوالا بهذا الشكل هذا تقدروا تخلوه هكذا مقرمش يا البنات، هكذا كيما هكذا وتكتفيو وتنحيوه وتحشيو به لي ساندويتش ديالكم. سينو تحبوا تكملوا المرحله كيما درت انايا، انا لهنا درت له نقولوا واحد قيمه واحد 5 6 مغارف نتاع لا كريم فريش. هاد لا كريم فريش هذه راح تساعدوا يا البنات قد ما يقعد معاكم راح يبقى طري زبده يا البنات، خاصه الا كنتو راح تخدموه كوموند وراح يدوه الناس توجدوه على البكري. لازم تزيدوا له لا كريم فريش باش يبقى محافظ على ديك الطراوه، يجي معسل يجي طري، واحد القوام هايل يا البنات. ودوك نجوزو نوجدوا لي ميني ساندويتش ديالنا. دائما في القاعده لازم تحطوا لا صوص يا البنات، تحبوا تحطوا هكذا مايونيز كيما انا، كيتشوب، تحطوا صوص تاع التوميه ولا صوص فرomاج. المهم لازم هذاك ساندويتش يكون مشمخ. نحط فوقه شلاضه، ورقه هكذا صغيره نتاع شلاضه، ونحط هذاك الدجاج ماريني ديالي بهذه الطريقه هذه. لهنا انا كاضافه اختياريه حطيت هكذا رشه نتاع بصل ورشه نتاع مايز باش نكسروا الالوان، وميم طون البصل يزيد يعني يكون بزاف هايل في الساندويتش ديالكم. بيان سور تقدروا تستغناو عليه. في الاخير نحط له هذاك البيك اللي هو بيان سور اختياري. ودوك نجوزوا للنوع الرابع والاخير واللي هي ميني بيتزا. شوفوا يا البنات انا لهنا فتحت لاباط ديالي على سنمكم نقول واحد النص سنتيم، لازم نتاكد بلي فيها كميه معتبره من الفرينه من تحت وراهي تتحرك معي، يعني ما تكونش لاباط لاصقه. تساؤلات كبيره وكثيره على الميني بيتزا بزاف، يعني اللي بعثوا لي وقالوا لي سيدو الميني بيتزا ديالنا كي نطبعوها تتكمش ولا تتقلص معنا. شوفوا يا البنات كي تفتحوا لاباط ديالكم في البلون دو طرافاي خلوها واحد 5 دقائق 6 دقائق حتى تتفاعل باش تجوزوا تطبعوا حبيبات البيتزا ديالكم. شوفوا يا البنات كيفاش تبقى محافظه على نفس الشكل، يعني كيما تطبعوها كيما ترفدوها باسكو خمرت شويه وتفاعلت. شوفوا يا البنات حاجه واحده اخرى، جامي تطبعوا حبه البيتزا ديالكم وتدوروا هذاك الطابع جامي، هذه ممنوع باسكو هكذا راح تفسدوا لها الشكل الدائري ديالها وراح تتكمش معكم. نطبع بهذاك الطابع نحركوا تحريكه خفيفه هكذا يا البنات، نديو نجيب ومن بعد نحي لاباط ديالي وشوفوا كيفاش تبقى محافظه على الشكل الدائري ديالها. هادو هما يعني اهم الاساسيات باش تحصلوا على ميني بيتزا تكون مدوره بالطبع. يعني بعد ما طبعت كامل هكذا لي ميني بيتزا ديالي نجوز نحط لهم لاصوص طوماط. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي شاركينا لاصوص طوماط، شوفوا يا البنات الفيديو بزاف طويل، باذن الله الا قدرني ربي في الفيديو نتاع تحضيرات رمضان راح نخدم لكم صوص طوماط على طريقتي. نحط في كل حبه هكذا نتاع ميني بيتزا مغرفه صوص طوماط، من بعد نولي نمشي فيها بهذه الطريقه هذه. من فوق الصوص طوماط تقدروا تزيدوا الشيء اللي حبيتو، يعني فيونداج دجاج طون كيما تحبوا يا البنات. انا لهنا رشقت هكذا في الوسط بحبه زيتون يكون كحل، تقدروا ديروا هكذا زيتون كوبي خضر كيما تحبوا يا البنات. هنا كاين عندي طون نتاع طوماط حطيت هكذا شويه من الفوق، تقدروا تحطوا طون تاع الزيت راح يجي بيان سور خير وخير. اما الفرomاج في البيتزا يا البنات انا نستعمل نابولي، يعني النتيجه ديالو هايله، هو رخيص في السعر والنتيجه ديالو ما شاء الله هو جاي بنين روعه، يعني بزاف اللي يستحق روبي هكذا. بصح والله النتيجه ديالو كيما هو كيما باقي الاجبان الغاليه. انا لهنا نحط رشه هكذا من الفوق، نحاول نخلي هذيك الزيتونه تبان، وكلمسه اختياريه نحب نحط لها هكذا رشه نتاع معدنوس. كل واحد بيان سور يزيد الحاجه اللي يحبها هو، تقدروا تزيدوا مايز، تقدروا تزيدوا فلفل الوان كيما تحبوا يا البنات. وبنفس الطريقه خليتها حتى خمرت مليح وتضاعف الحجم ديالها، ودخلتها طيب في الفور اللي كان سخون مليح على اقصى درجه. وهاي ليك النتيجه قدامكم بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش جاو خفاف ومقطنين ومفخفخين كيما يحب القلب والخاطر. كلمسه اختياريه لكن صدقوني والله يا البنات تزيد لهم واحد البنه واحد الطراوه من اروع ما يكون، خاصه اللي يخدموا لي كوموند والمشاريع. تحكموا الطون من الاحسن يكون تاع الزيت، انا حطيت هكذا بتاع طوماطيش باش ما ننساش ونلحق لكم الفكره. ولا نولف ندهنها بالطون نتاع الزيت، هذاك الزيت اللي يجي في الطون نحكم ندهن به كامل الميني بيتزا ديالي هكذا
هكذا من بعد ما تطيب راح تتشرب وراح يعطي لها لمعه طراوه بنه من اروع ما يكون. وهذه هي النتيجه نتاع تشكيله المملحات اللي خدمناهم مع بعض. بسم الله ما شاء الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حاولت قد اللي نقدر يا البنات نبسط لكم المعلومات ونبسط لكم التفاصيل ونرتب لكم المملحات كل وحده يعني بتفاصيلها باش ما تتخلط لكمش وما تضيعوش في الفيديو. وشوفوا لي واكدوا لي على جمال المملحات ديالنا، يعني فريمون مملحات بريزونطابل، حاجه همه، حاجه يعني حاجه صح تحمل لكم وجوهكم في طاولة رمضان، سواء يعني مع عائلاتكم مع وليداتكم ولا حتى مع عرضاتكم وضيافكم وحتى في مشاريعكم. وانتم اكيد مش راح تنسوني بدعوة خير هذه بلا ما نوصيكم فيها. شوفوا يا البنات صدقوني يعني عطيت لكم كل التفاصيل كل كبيره وصغيره باش تجربوهم وتنجحوا. حاولت ننوع لكم في تشكيله المملحات، يعني العام اللي فات حطيت لكم اكثر من 6 انواع ما شاء الله في فيديو واحد، وسنه حطيت لكم 4 انواع باش دائما يعني يكون جديد. اللي حبت انواع مختلفه كيما ميني برجر، ميني ساندويتش، بوت، كاين يعني بزاف انواع ما شاء الله في الفيديو نتاع العام اللي فات، راح نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. شوفوا لي واكدوا لي على ديك الخفه، شوفوا هذيك الميني بيتزا كيفاش جات مهويه مفخفخه، يعني ما شاء الله ما شاء الله فريمون. يعني حطيت لكم وصفه تحطوها في عينيكم يا البنات، ولا انا ضقت لكم من كامل المملحات شهيتكم في الجنه يا البنات. شوفوا كيفاش جاو خفاف ومقطنين. الحشوات بيان سيغ تقدروا تبدلوا الحشو اللي حبيتوه اللي قدرتوا عليه. وسمحوا لي خياتي الا جاكم الفيديو شويه طويل، يعني حاولت وتعرفوني وراكم والفتوني بلي نحب نمد لكم كل التفاصيل باش تجربوا الوصفات وتنجحوا فيهم ان شاء الله، تفرحوا بهم عائلاتكم وليداتكم وحتى ضيافكم في الشهر الكريم. الى فيديو قادم خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.